السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 نصايح عن ازاي تحافظي على صلاة الفجر. أول نصيحة انك تدركي أهمية صلاة الفجر، وان صلاة الفجر بيجعلك في ذمة الله سبحانه وتعالى. تاني نصيحة ان انت تستعيني بالله سبحانه وتعالى على أداء صلاة الفجر، على أداء فريضة الفجر. تالت نصيحة ان انت تستعيني او ان انت تصدقي النيامي وتصحي صلاة الفجر، تبقى قبل ما تنامي تبقى نيتك ان انت تصلي صلاة الفجر. رابع حاجة ان انت تظبطي منبه ان يصحيكي لصلاة الفجر، تعملي منبه بقى 2 3 4 زي ما تحبي، المهم ان في الاخر تقومي لصلاة الفجر. خامس حاجة ان انت تنامي بدري، حاولي تنامي بدري علشان تقدري تقومي صلاة الفجر. طيب، سادس حاجة ان انت تستعيني بالصحبة الصالحة، وان هما يعني زي مثلا بابا وماما اخواتك اي حد في البيت، المهم انه يحاول يصحيكي لصلاة الفجر. واخيرا واهم حاجة ان انت تقولي اذكارك ووردك اللي هو السابعا، يعني ان انت تقولي اذكار النوم، وان انت تقري كمان قران قبل النوم، ده بيبقى حاجه جميله جدا يعني. وتقولي اذكار النوم وخلاص كده، وتنوي برضو ان انت تصحي لصلاه الفجر.